Ukrainian troops are watching. The message is very clear. Слава Україні! 24 فبراير 2022 هو تاريخ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا. في هذا الوقت بالضبط الإخوان تحركت فينا روح الإنسانية وبقوا فينا المدنيين الأوكرانيين الأطفال والنساء جراء القصف اللي عناته روسيا لأوكرانيا. حتى الرئيس الأوكراني اللي كان كيبان في التصريحات ديالو على أنه مظلوم جراء القرار الروسي على أوكرانيا، إلا أن هذا الأخير في التحركات اللي دارت حماس تجاه إسرائيل وتجاه المستوطنات اللي في الأصل هي الأراضي ديالها، خرج بتصريح على أن حماس هم إرهابيون وأن المسلمين كاملين إرهابيين وأنه كيدعم إسرائيل من جميع الجوانب. Сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю. Кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють в заручники навіть літніх людей. Коли відбувається такий удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути بالعكس الرئيس الروسي اللي خرج في الأيام الماضية بتصريحات على أنه كيدعم القضية الفلسطينية وكيأكد على أن الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم الأصلية اللي هي المستوطنات اللي كتحتلها إسرائيل. Израиля и Палестины. Израиль создан, как известно, а Палестина, как государство, самостоятельное, суверенное, так и не создана, не состоялась. وعلى نفس السياق خرج الرئيس الفرنسي ماكرون في تصريح يدعي فيه أن جميع الدول الأوروبية مهددة بخطر الإرهاب الإسلامي، يعني كيستهدف الإسلام ومجددا كيتهم الإسلام والمسلمين بأنهم إرهاب. Tous les États européens sont vulnérables et il y a un retour en effet de ce terrorisme islamiste. والسبب اللي خلاه يقول هذا الشيء الإخوان هو الهجوم المباغت اللي دارت حماس على إسرائيل واعتقال عدد كبير من الرهائن اللي عندهم أصول فرنسية بحال الشابة من أصول فرنسية اللي تعرضت الإصابة جراء القصف المتبادل ما بين إسرائيل وفلسطين واللي خداها الجيش ديال حماس لتلقي العلاجات الضرورية، وادعى ماكرون أنها أسيرة ورهينة عندهم وأن حماس كالعادة إرهابيون. אני מיישם בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור שדרות, הייתי במשימה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים. وعلى ذكر ما ذكره ماكرون على أن الإسلام إرهابي وأن المسلمين إرهابيون، فإن الإرهاب الأكبر هو المجزرة اللي دارت فرنسا في الاستعمار الفرنسي للمغرب في 1947، قطع الرؤوس ديال المقاومين المغاربة، وكذا خوتنا الجزائريين اللي ضربوا بالنووي، وحتى الإبادة الجماعية اللي دارت في عدة دول إفريقيا. هذا ما يسمى بالإرهاب الأكبر والإبادة والمجزرة الجماعية. قضية فلسطين هي قضية كل العرب وكل الشعوب الواعية والعاقلة، فالله ينصر فلسطين والله ينصر الدين الإسلامي. السلام عليكم خوتي.